هل ال AI هياخد الوظايف بتاعتنا؟ ده سؤال كل الناس بتسأله دلوقتي. الإجابة ولأ. لو أنت ما عندكش know how في حاجة ولا أنت متمكن من حاجة، لو أنت عندك know how ومتمكن من حاجة. فالإجابة هي هتفرق على حسب خبراتك والإمكانيات بتاعتك واللي أنت بتملكه. خلينا نريفير السؤال ده على مجال ال HR. هل ال AI هياخد من ال HR professionals وظايفهم زي ما قلنا أو لأ؟ ال AI هيساعدنا في حاجات كتيرة جدا، حتى لو كان في بعض الحاجات بتطلب human interaction. ال AI هيخش في كل حاجة، من أول عملية البلاننج اللي أنت دلوقتي عايز تشوف أفضل استراكشر للشركة بتاعتك، عايز تعين موظفين أو عملية الريكروتمنت، حتة التريننج، حتة الاورينتيشن، البرفورمانس بتاع الموظفين، حسابات الرواتب والبنفيتس، كل ده هيخش فيها. لو هنمسك واحدة واحدة، خليني أقول لك على سبيل المثال، أنت تقدر تدرافت البلانز القديمة للاي اي وتقول له أكون الفيجن الجديدة أو التارجت الجديد اللي التوب مانجمنت حطاه علينا، أنا عايزك تحط لي بلان السنة الجديدة أو الكيو الجديد وهكذا، وهتشوف الفرق، هتحس ان هو كان شغال معاك. فعمليه الريكروتمنت يمكن جزء مرهق جدا في البدايه، عمليه السكريننج، وبالله ان كل وظيفه بيقدم من 200 ل 250 واحد. دلوقتي تقدر يبقى عندك اي اي بوت هو اللي يعمل عمليه السكريننج في البدايه ويرشح لك السيفيز المناسبه للوظيفه اللي انت بتقدم عليها. مش بس كده، ده انت كمان ممكن تعمل بوت يعمل الفيرست انترفيو مع الكانديديت. فعمليه الاورينتيشن، كان زمان الاورينتيشن حاجه ثابته، هو سيشن ثابته او مدار يوم على مدار يومين وبناخد السيشنز دي. دلوقتي الاورينتيشن تقدر تبقى كاستمايزد على حسب شخصيه ووظيفه كل حد نازل معاك في الشركه جديد. بالنسبه للبرفورمانس، مش عايز اصدمك، الاي اي بيزد على الداتا اللي انت بتغذيها له يقدر يتوقع البرفورمانس للفتره المقبله. فانت مبدئيا عارف نسبه الجاب اللي موجوده عندك قد ايه ونسبه الاتشيفمنت عندك قد ايه. دي هتفيدك جدا كبيبل مانجمنت. بالنسبه للرواتب والبنفيتس والكالكوليشنز، كل شويه في ديفالويشن او لا، او انا عايز اعمل سالري انكريز، انت تقدر كل الارقام والبروجيكشنز بتاعتك، وهتلاقي ان الاي اي بيساعدك في اللي انت تحط بنفيتس بلان وتوتال ريوردز سيستم هيمشي جدا مع شركتك ومع الوظائف اللي عندك. لو عايز تعرف اكتر ازاي انا كاتش ار بروفيشنال استخدم الاي اي في شغلي، ابعت لنا على هايرد وهتلاقي حد من التريننج تيم بيكلمك يقول لك البروجرام الخاص بينا عشان ازاي تتقدم في شغلك، تبقى اتش ار شاطر، تستخدم التولز الجديده.